إذا كنت من عشاق لعبة كلاش اوف كلانز وعشاق الألعاب، فكل اللي عليك إنه تضغط اشتراك بالقناة، زائدا تضغط على علامة الجرس، راح يظهر لك إرسال جميع إشعارات بشأن هذه القناة. تسوي علامة صح، وأيضا تضغط على حفظ، وبهاي الحالة راح توصل لك جميع المقاطع الفيديو. ويا ريت تضغطون على علامة اللايك أو زر الإعجاب، وإن شاء الله راح تستفادون. خليكم ويا الفيديو. السلام ورحمة الله وبركاته. هلا والله بالشباب، رجعت لكم مرة أخرى. اليوم ويانا استراتيجيات مسح تاون هول 9. وايد شفت من التعليقات من عندكم وانتم تريدون انزل استراتيجيات مسح تاون هول 9 بعد التحديث. ما نزلت اي استراتيجية لتاون هول 9 بعد التحديث الاخير، فاليوم قررت انزل. قبل ما انزل وقبل ما نروح للهجمات، يا ريت تصلون على النبي، اللهم صل على محمد وآل بيت محمد طيبين الطاهرين. ثاني شيء اضغطوا على اللايك، اللايك ما يكهرب، ياخذ من عندك ثانيتين واحتمال ثانية واحدة، لكن يعني لي هواية اشياء ويخليني استمر بتنزيل المقاطع بناء على طلبكم. فاللي راح اسويه حاليا نروح الاول هجمة. اول هجمة ويانا من اللاعب سوسي، ضد اللاعب محمد بلاك. شوفوا الجيش اللي هو هاجم به، جيش مميز جدا جدا. 12 عملاق، 7 ساحر، 4 هيلر، 12 خنزير. والدعم اتصور الدعم مالته باولر، ملك وملكة. اختاريت هاي الهجمة الاولى لان ملوك ضعيفة، يعني جماعة الملوكهم ضعيفة، يقدرون يستفادون من هاي التشكيلة ومن هاي الاستراتيجية. 2 ريج، 2 هيلس بيال، و2 بويزن. خلينا نشوف اللاعب سوسي ايش راح يسوي بهاي الاستراتيجية. نزل 12 عملاق دفعة واحدة، وايضا نزل الساحر والهلارات. بناء على بداية الهجمة راح يعتمد الجندي الاساسي بالهجوم هو العملاق، يخلي العملاق والهلر بداية الهجوم يساعد الجيش، بعدين يبدي بتنزيل الخنازير. شوفوا هنا أنا استخدم الريج سبيل واكو هيلرات فوق العمالقة، فاكيد ماكو شي راح يأثر على العمالقة. بدأ بتنزيل الهوك من الجهة اليسرى، الدفاعات اللي بالنص ملتهية بالعمالقة والملك اللي هي السبيل الاولى ورا ما طقت الجاينت بوب بهذا المكان. شوفوا هنا الجيش توزع التوزيعة المثالية، هيلر وهنا الملك والخنازير تقريبا دمهم كامل 100%. شوفوا هنا الهيلر، فائدة الهيلر بهيك تشكيلة اذا ضبطت انه العمالقة ما راح يموتون ببداية الهجمة، فراح اضمن لك 100% مسح. لاحظوا العمالقة عايشين نهاية الهجمة. طاقة الملوك وما باقي غير دفاع واحد عنده اللي هو الكانون، عنده مجموعة كبيرة من الهوك ومن الجيش، بكل سهولة راح يقدر يمسح. شوفوا احنا نقدر نحكم على قوة الاستراتيجية وقوة التشكيلة من نهاية الجيش. شوفوا هنا الملوك بطاقتهم الكاملة، وعنده خنازير، عنده عمالقة، عنده الساحر تقريبا كامل، عند المينيون والساحر على اليسرى والارتر ينظفون المباني. فمن من هاي الناحية نقدر نحكم على الاستراتيجية انه هي روعة، استراتيجية اكثر من رائعة. اضمن لكم ان انتو اذا ضبطوها تجيبون مسح بالايزي، بسهولة جدا. 3 نجوم واستراتيجية روعة. عاشت ايدك حبيبي سوسي. نروح نشوف هجمة ثانية. شوفوا الجيش اللي هو مجهزه، جيش خرافي جدا جدا. 2 لافة، عنده وحدة جايبها وياه، وحدة بالدعم، 5 مليون، 2 بيبي دراغون، عنده 5 هيلرات، وعنده 15 بالون، 3 ريج، وحدة جامب، وحدة مسرع، ووحدة سم. خلينا نشوف هذا اللاعب ايش راح يسوي. نزل هذا المنيون حتى ينظف به هذا المبنى. نرجع شويه، شوفوا هنا طبعا اللاعب اتصور انه هو اللاعب مكشوف. نزل بيبي دراغون، اكو 2 تسلا، البالون قدر يتخلص من عدن والبيبي دراغون، وهنا هذا البالون قدر يتخلص من التسلا الثالثة. هذا الشيء اللاعب اللي مسويه يساعده انه يأخر اللاعب. ممكن انه الهجمة تضيع كاملة بسبب التسلا، مثلا اذا دا يهجم عليه خنازير او ما الى ذلك. التصميم جدا قوي. خلينا نشوف ايش راح يسوي. استراتيجية
بداية الهجمة استراتيجية الملكة الماشية ويا البالون، يعني استراتيجية جدا جدا ممتعة. طبعا لا ننسى الثلاث مفجرين اللي استخدمهم فتح بيهم هذا الجدار. الريج سبيل استخدمها بطريقة روعة انه يحاول يتخلص من هذا الاير ديفنس. شوفوا هنا فائدة مصائب قومنا عند قوم الفوائد. وهنا هذا المدفع الجوي خلى اتجهت عليهم الاير ديفنس، اتجهت على الهيلرات، لكن بفضل هذا الدفاع الجوي رجعت لمكانها الصحيح. شوفوا هنا الريج سبيل واكو الدعم عنده 2 فالكيري مينيون والملكة والاكسبو متجه للملكة، فاكيد راح ينجبر الملكة مال الخصم ليفل 21، معناتها ليفلها جدا عالي وممكن تقتل الملكة حتى اذا اكو ريج فوقها. شوفوا هنا استخدم الابيلتي مال الملك، وبدا ورا ما استخدم ابلتي الملك الابلتي مال الملكة هي كانت الاشارة حتى يبدي بالهجوم الجوي. شوفوا هنا نزل 2 لافة، نزل وحدة من هذا المكان هيست سبيل والريج الاخير الباقي عنده. شوفوا الدعم الدعم لافة ليفل 4 اير ديفنس ويزر تاور ارتا تاور وافخاخ الجوية كلها ضربت اللافة الاخيرة، لكن ما قدرت تتخلص منها لحد ما وصلت البالونات للاير ديفنس وتخلصت منها وجاب 3 نجوم. طريقة جدا 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 رائعة. احييك على هذا الهجوم الخرافي، هذا الهجوم الممتع، استمتعت به صح. هواية حكيت بالهجوم وبس اني شفته واستمتعت جدا بهاي الاستراتيجية. وايضا هاي الاستراتيجية انصحكم ان تجربوها لان استراتيجية جدا جدا ممتعة وجدا احترافية وممكن تضمن النجوم بصورة سلسة وبصورة سهلة. لهنا الهجمة او الاستراتيجية الثانية. راح اعرض لكم الاستراتيجية الثالثة اللي هي ما راح اقول لكم اياها، شوفوها بالفيديو. الاستراتيجية الأخيرة أو التشكيلة الأخيرة، تشكيلة أحلى من الاستراتيجية شوي، كلمة ثقيلة. 14 فالكيري، 4 هيلرات، 3 ويزر، 5 مفجرين ملك وملكة من اللاعب مايتي سجا اللي هو سندباد، لاعب غني عن التعريف. 2 ريج ووحدة جامب سبيال ووحدة هيلا سبيال. والدعم الصراحة ما أعرف شنو دعم، ليش أكذب عليكم أتصور إنه هو باولر. فاللي راح نسوي هاي الهجمة انه انا ما شفت اللاعب رقم 23 ضد اللاعب رقم 29، راح نشوفها سوا ونستمتع بيها سوا. ابدي بالهجوم يا سندباد. شوفوا الوقت اللي مستغرقه بالمساء، دقيقة وغير. يبدي بالهجوم، ابدي يا سندباد، نزل الجولم. دقيقة و40 ثانية قادر يمسح بهيك التشكيلة بهيك استراتيجية. نزل الجولم وراها 4 هيلر. بداية ذكية من سندباد انه نزل الجولم وراها 4 هيلر، يحاول انه يخلي الجولم هو اللي يستقبل الضربات. وراها نزل المفجرين، 5 مفجرين اشوف مبالغ بهم، كميتهم كبيرة. 3 مفجرين كلش كافيين يفتحون جدار ليفل 9. على كل خلينا نشوف سندباد ايش راح يسوي. نزل الملك وراها نزل الباولر. شوفوا الباولر، شوفوا الملك، شوفوا الباولر. الملك طبعا الملكة شطحت عنده والملك ايضا شطح. الملك والملكة اثنيناتهم شطحوا، وكان المفروض انهم يدخلون داخل القاعدة، لكن الفالكيري هي اللي راح تعوض هذا الخلل اللي صار. شوفوا هنا عنده ساحر واحد ليفل 6. واو. والملكة تقريبا الملكة راح تموت. ماتت الملكة، استخدم الابلتي الجيت توزع بطريقة عجيبة. يعني هجمة تقريبا هجمة نقدر نقول عليها هجمة حظ اكثر ما انه هي هجمة ملعوبة، بس ينحسب لانه هو يقدر يجيب مسح، يقدر يتحكم بالسبيالات. فالكيري ليفل 4 جدا قوية وجدا ممتعة. شوفوا هنا التيسلا التهت بالجولم والفالكيري دخلت بكل القاعدة. الفالكيري اتصلت بكل القاعدة، قدر يجيب مسح، يعني مسح نقول مسح حظ. يعني هو اذا ما اقول مسح حظ اقول مسح ملعوب. الصراحة ما شفت هاي الهجمة، فلهذا ما اقدر احكم. ما شفت هاي الهجمة، بس مسح و3 نجوم استراتيجية. يعني فكرة الجيش جربوا هاي، اكيد ما راح تهجمون على نفس التصميم، لكن جربوا نفس الجيوش اللي اني ظهرتها قدامكم، وممكن انتم تغيرون وتعدلون عليها
طلعت لكم 3 استراتيجيات: فالكيري وهوك وعمالقة، وايضا البالون واللافا والهيلر. تقريبا حاليا هذني الاستراتيجيات الموجودة بتسقيط تاون هول 9، جربوها وانطوني رأيكم بيها ان شاء الله ورا ما تهجمون بالفيديوهات المقبلة. واكيد اي استراتيجية تجربوها كتبوا لي انه هيك حتى ضفتها، واذا عندكم هجمات بكلانكم هجمات قوية ايضا اتركوا لي اياها بالكومنتات. يا ريت اكون ما دوختكم، لان الصراحة انا دخت وتعبت ونعسان حاليا بالوحدة داي اصور. نشوفكم عن قريب، مع السلامة.